ليه في ناس بتنجح وناس بتفضل مكانها؟ ليه في ناس حياتهم بتتغير وتكبر وناس تانية كل سنة زي اللي قبلها؟ الموضوع مش حظ ولا صدفة. في ناس اختارت تعيش الحياة بإرادة مش كأنهم رد فعل للظروف. ناس فهموا ان النجاح مش بيجي من غير وعي ولا من غير خطة. كل يوم بيصحوا وعندهم نية وعندهم عادة وعندهم هدف، وعلشان تبقى واحد منهم لازم تبدأ من الأساس. وكتاب العادات السبع للناس الأكثر فاعلية هو المفتاح. الكتاب ده مش بس بيشرح لك تعمل، ده بيعلمك تكون مين. جاهز نبدأ الرحلة مع بعض؟ ومن أول خطوة في الرحلة دي لازم تعرف إن كل تغيير حقيقي بيبدأ من جواك، إن كل سلوك متكرر معناه النجاح. وأول عادة هتغير بيها حياتك كلها هي إنك تبادر قبل ما تتسحب مع التيار. الناس اللي بتنجح هي اللي بتتصرف بإرادتها. المبادر مش مستني الحياة تمشي لوحدها أو الظروف تتحكم فيه، هو اللي بيختار يتحرك في اللحظة اللي هو عايزها مش بعد ما الدنيا تضغط عليه. علشان تكون فعال لازم تبدأ من جواك وتتحكم في حياتك بدل ما تسيبها تمشي زي ما هي. لازم تعرف ان المبادرة مش رد فعل على الاحداث اللي بتحصل حواليك. المبادر مش بيستنى المشكلة تبقى كبيرة علشان يتحرك، هو بيختار يتصرف قبل ما يحصل اي شيء. في فرق كبير بين انك تكون متفاعل مع الاحداث وانك تختار تكون فاعل في حياتك وتختار قراراتك بشكل واعي. لازم تبدأ من نفسك قبل ما الظروف تجبرك تبدأ. الناس المبادرين مش مستنين لحد ما يلاقوا الوقت المناسب او الظروف المناسبة، بيبدأوا دلوقتي قبل ما تضطر تبدأ لما الدنيا تضغط عليك. ابدأ انت وخد زمام الامور في ايدك. لو عايز تعمل فرق في حياتك خده من دلوقتي. افرض سيطرتك على حياتك من غير ما تلوم الظروف ولا الناس. في الاخر انت المسؤول وانت القائد عن حياتك. وبعد ما تكون قررت تتحرك بارادتك وتكون انت الفاعل في حياتك لازم كمان يكون عندك هدف واضح. الاول تبدأ وبعدها تكون عارف انت فين ورايح فين، علشان كل خطوة تقربك من حلمك. مستني ايه؟ يعني اتحرك. وهي دي العادة الاولى، معناها انك تكون مبادر. لازم يكون عندك صورة واضحة في دماغك عن النهاية علشان تبدأ من غير ما تضيع وقتك او مجهودك. يعني كل خطوة بتاخدها بتكون اقرب لحلمك، وكل حاجة بتعملها بتقربك من الهدف اللي انت حاطه قدامك. لازم تكون متأكد ان كل خطوة بتاخدها هي جزء من الطريق اللي احنا عايزين نوصل. كل حركة صغيرة حتى لو هي مش واضحة دلوقتي بتقربك اكتر من حلمك الكبير. المهم انك تفضل دايما متحرك، لان الحركة هي اللي بتوصلك للهدف. الوضوح في الهدف هو اللي بيخليك تكون قوي. لما تكون عارف انت عايز توصل لفين مش بس الطريق بيكون سهل، لكن كمان قراراتك بتكون اكثر قوة وثقة. وهي دي العادة التانية، ابدأ والغاية في ذهنك. يعني تعرف انت رايح فين. الوقت مش حاجة بنقيسها بالدقايق والساعات، الوقت هو أداة لإدارة أولوياتك. لو عرفت تحدد أولوياتك صح هتعرف تدير وقتك بشكل أفضل. ببساطة ركز على الحاجات اللي هتوصلك لأهدافك مش الحاجات اللي هتاخد وقتك بدون فايدة. الحياة مليانة حاجات عاجلة بس الأهم هو اللي بيصنع الفرق. مش كل حاجة هتضغط عليك دلوقتي لازم تكون أولوية. الأهم هو اللي بيخليك تمشي في الطريق الصح حتى لو في حاجات تانية بتشدك. لما تقول لا لحاجات مش مهمة أو مش هتوصلك لأهدافك هتقدر تقول للحاجات اللي فعلا هتفرق في حياتك. دي طريقة لفرطلة حياتك علشان تركز على المهم فعلا وتسيب اللي مش لازم. المعنى ان اللي بيجري على كله وما بيوصلش لحاجة، علشان كده ضع الأهم أولا. لسه مكملين معاكم في الكتاب اللي بيكشف لنا ازاي الناس الناجحة بتفكر وبتعيش وبتختار قراراتها. لحد دلوقتي عرفنا ان النجاح مش صدفة، وان الناس الفعالة بتبدأ بنفسها وبتكون عارفة هي رايحة فين وبتدير وقتها ازاي. لسه مكملين معاكم في كتاب العادات السبع للناس الأكثر فاعلية. لو عجبك الملخص ما تنساش تدعمنا بلايك وشير وسبسكرايب للقناة. دعمكم هو اللي بيحفزنا ان احنا نتطور يوم بعد يوم. ونرجع مرة تانية لتكملة تلخيص الكتاب. العادة الرابعة، مفيش حد لازم يخسر علشان تكسب. العقلية اللي بتدور على حل يرضي الكل هي عقلية الفوز. يعني مش لازم حد يخسر علشان التاني يكسب، لا احنا ممكن نكسب سوا، وده بيجي من الإيمان ان في خير بيكفي الكل. مش لازم ناخد من بعض، كلنا نكسب محدش يخسر. الناس اللي بتفكر صح بتسأل نكسب ازاي احنا الاتنين. ما بيشوفوش الطرف التاني كعدو، ولا بيحاولوا يكسبوا لوحدهم. الهدف مش انك تغلب، الهدف اننا نطلع سوا بمكسب حقيقي يرضي الكل. الحياة مش دايما مين اسرع ولا مين سبق. اوقات النجاح الحقيقي بيجي لما نشتغل مع بعض مش ضد بعض. لما تبطل تشوف الناس كمنافسين وتبدأ تشوفهم كشركاء كل حاجة بتتغير. وبعد ما عرفنا ان التعاون بيكسبنا كلنا، خلي بالك التواصل هو اللي بيقوي التعاون ده. العادة الخامسة، افهم الاول وبعدين اطلب تتفهم. اسمع بجد مش بس ترد.
معظم الناس بتركز انها تشرح وجهة نظرها بس مش بتدي فرصة تسمع اللي قدامها. الناس الفعالة بتبدأ بالعكس، بتحاول تفهم الطرف التاني الاول. لما تفهم غيرك كويس هتقدر توصله رسالتك بطريقة توصل فعلا. اسمع بعقلك مش بودانك بس. الاستماع الحقيقي مش مجرد انك سايب ودانك مفتوحة. الاستماع الحقيقي انك تبقى مركز بعقلك وقلبك، مش بس بتسمع كلام وخلاص. كل كلمة وراها مشاعر وافكار، واللي بيسمع بعقله بيفهم المعنى حقيقي. الاستماع مش بس أداة، ده جسر بتبني بيه علاقة قوية مع اللي قدامك. كل مرة بتسمع بجد بتقرب المسافة بينك وبين الناس. التواصل الحقيقي بيبدأ بلحظة استماع صادق، ومن التواصل الجيد نقدر نبني تآثر حقيقي، لأن لما نسمع بعض كويس هنقدر نشتغل مع بعض بكفاءة أكبر. وهي دي العادة السادسة، حقق التآثر. بمعنى ان الواحد شاطر بس الفريق اقوى. لما اتنين يشتغلوا مع بعض بذكاء وتفاهم الناتج بيكون اكبر من مجموعهم. يعني 1+1 مش دايما بيساوي 2، ساعات بيساوي 3 واكتر، وده معنى التآثر. قوة التعاون بتخلق نتائج مبهرة. الناس المختلفة عنك مش تهديد، دول فرصة. الاختلاف في الآراء والخبرات ممكن يولد أفكار عمرها ما كانت تيجي لوحدك. الاختلاف هو القوة. الناس الفعالة بتحتفل بالاختلاف مش بترفضه. في الشغل وفي الحياة وحتى في العيلة الفريق الصح دايما بيكسب. أما كل فرد في الفريق بيبقى شايف الصورة الكبيرة النجاح بيكون مؤكد. مفيش بطل واحد، في دايما فريق ورا كل إنجاز. وعلشان نكمل ونتعاون بكفاءة لازم نرجع نبص لنفسنا ونجددها من جوه ومن بره. وهي دي العادة السابعة، اشحذ المنشار. بمعنى جدد طاقتك كل فترة. مفيش مكنة بتفضل تشتغل على طول من غير ما تتصان، وانت كمان محتاج تجدد نفسك. التجديد مش رفاهية، ده ضروري علشان تكمل الطريق وانت واقف على رجلك. كل ما تهتم بنفسك كل ما تبقى اقوى واوضح في خطواتك. تجديدك الحقيقي لازم يشمل التلاتة، جسمك وعقلك وروحك. كل كويس وفكر كويس وصاحب نفسك من جوه. لو واحدة فيهم تعبانة الباقي هيتأثر. لما تاخد راحة انت مش بتضيع وقتك، انت بتستثمر في طاقتك. الراحة بتخليك ترجع اقوى مش اضعف. الناس الفعالة بتعرف امتى تتحرك وبتعرف امتى تهدى. ختاما ابدأ بالعادات دي خطوة بخطوة. اختار كل يوم انك تكون شخص فعال مش عايش بالصدفة. كل يوم تطور بسيط بس التراكم هو اللي بيخلق الفرق الكبير. العادات السبعة مش رفاهية، دي مفاتيح بتفتح لك ابواب كتير في حياتك. ابدأ بيهم حتى لو بخطوة بسيطة، لان البداية اهم من الكمال. اختار تكون فعال. الناس اللي بتنجح مش احسن منك، هم بس اختاروا يتحركوا بارادتهم. اختار كل يوم انك تكون فعال مش متفرج. كل يوم تطور بسيط. لازز تعرف ان محدش بيكبر في يوم وليلة، لكن كل يوم تقدر تعمل تطور بسيط، والبسيط ده لما يتكرر بيعمل فرق كبير. اصدقائي، وبكده نكون انتهينا من تلخيص كتاب العادات السبع للناس الاكثر فاعلية للكاتب ستيفن كوفي. لو عجبكم الملخص ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب للقناة. شكرا على متابعتكم معانا، ونتمنى ان احنا نكون عند حسن ظنكم دايما. استنونا في تلخيص لكتاب جديد.